الأخبار عاملين إيه؟ النهاردة في الحلقة بتاعتنا بقى هنتكلم فيها عن اللي محدش قالهولك عن السيطرة وليه عايزين نتحكم في كل حاجة. خليني أقولك حاجة يمكن ما خدتش بالك منها. أنت مش بتحب السيطرة، أنت بس مش بتحب القلق. وخليك عارف إن إحنا كلنا بنحاول نتحكم ونتخطط في كل حاجة ونحسب كل خطوة ونجهز كل احتمال علشان نبقى مطمنين، بس رغم كل دوت بنفضل قلقانين وتفكر طب لو ده حصل، طب لو ده ما حصلش، طب لو الدنيا مشيت عكس ما كنت أنا عايز، وتفضل تحاول تتحكم في كل حاجة زي النتيجة والناس والمواقف والمستقبل. واحنا هنا في أنتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نكمل الحلقة. تعالى بقى نكمل الحلقة بتاعتنا، بس خليني أسألك سؤال بسيط. هو انت فعلا تقدر تتحكم في كل ده؟ الحقيقة أكيد لأ، في حاجات كتير بره إيدك زي ردود فعل الناس والظروف والتوقيت والحظ وكل الكلام ده، ومهما حاولت تتحكم هتفضل في جزء مش مضمون. بس ليه بنعمل كل ده بقى؟ ليه بنحاول نسيطر على كل حاجة؟ وعلشان خايف من الفشل وخايف من الرفض وخايف من المفاجآت، فبتحاول تتحكم عشان تحس بس بالأمان. بس خليني أقولك الحقيقة اللي محدش بيقولها، السيطرة عمرها ما كانت أمان. السيطرة مجرد إحساس مؤقت بيخليك حاسس إنك متحكم، بس أول ما حاجة تمشي عكسك كل الإحساس ده بيقع. وأوقات كل ما تحاول تتحكم أكتر بتتعب أكتر وبتفكر أكتر وبتقلق أكتر وبتتوتر برضو أكتر، لأنك بتحاول تتحكم في كل حاجة بس ما بتكونش بتاعتك. وفي فرق كبير بين إنك تتحكم وإنك تتحمل. التحكم عبارة عن عايز كل حاجة تمشي زي ما أنت عايز، والتحمل مستعد تتعامل مع أي حاجة تحصل. والفرق ما بينهم هي الراحة. يمكن بس مش محتاج تتحكم في كل حاجة، يمكن محتاج تثق شوية وتثق إنك حتى لو الدنيا ما مشيتش زي ما أنت عايز هتعرف برضه تتعامل. مش لازم كل حاجة تبقى واضحة، ومش لازم كل حاجة تبقى مضمونة، ومش لازم تبقى جاهز 100% عشان تبقى كافي وتبقى قادر تعمل كل حاجة. كفاية إنك بس مستعد تمشي. واللي محدش قالهولك عن السيطرة إنها مش الحل. الحل إنك تبطل تحاول تتحكم في كل حاجة وتبدأ تتعامل مع اللي بيحصل، لأن في الآخر مش كل حاجة في إيدك، بس رد فعل دايما بيكون في إيدك. الحلقة الجاية بقى هنحكي فيها عن التوقعات وليه بنتوجع لما الحاجة ما تمشيش زي ما احنا متخيلين. يلا سلام.